السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال الصحيحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير، ونتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بصحه جيده. اليوم البنات حطيت لكم لقطات من واحد العراضه كنا درناها عند خالي، كندير واحد الصدقه ومشينا وحطيت لكم لقطات منها وغادي نشارك معكم الطريقه اللي كنصايبوا بها اللحم. صراحه سواء كانوا عندنا ضياف او صايبنا في شي بلاصه زعما عند شي حد من العائله. صراحه كلشي كيعجبو الطياب ديال اللحم ديالنا او الدجاج، صراحه كيجي من ألذ ما يكون. غادي نشارك معكم ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم الطياب ديال الدجاج والتغميره ديالو. هنايا البنات انا اللي طيبت هنا الدجاج والتغميره، واختي هي اللي طيبت اللحم. هنا البنات باش كتجينا ديك التغميره هكذاك صافيه. هنا من بعد البنات ما كنحيدو الدجاج، كنصفيو هذيك المرقه كامله كنديروها في الصفايه حتى كتصفى وكيمشيو منها كامل الشوائب اللي فيها. عاد كنزيدو الكبده وكنزيدو بلا ما كنسلقوها كنزيدوها يعني هكذاك، وكنزيدو البصله اللي كنكونوا قطعناها مشلضه وصافي. كنبقاو عليها وكنبقاو البنات كنضغمروا فيها حتى كترجع لنا في هذا اللون هذا. يعني هنايا بنات ما كنزيدوها لا سكر لا حتى شي حاجه. كنبقاو هكذا كنحركوا فيها ولكن راه كتبغي تحرك وتقلب حتى كيرجع لنا هذا اللون هذا وهذا القوام هذا، حتى كيبقى فيها غير الزيت ديالها. صراحه كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله من بعد غادي نشاركها معكم. وهنا البنات في هذا الفيديو هذا كما قلت لكم غادي نشارك معكم الطريقه ديال اللحم اللي صراحه كما شفتوا يعني كيجي طايب وفتي. وهذا هو الدجاج البنات من بعد ما طاب كان هو هذا. وهذا هو على بركه الله الطريقه والمقادير ديال الطريقه ديال اللحم والمقادير، وغادي نقولوا بسم الله. هنا البنات هذه راه في داري فاش صايبت هذا اللحم، اما اللي وريتكم قبيله يعني في دار خالي. هنايا غادي نوريكم الطريقه ديالو. هذه مهمه هنايا تاخذوا اللحم الكميه اللي بغيتو، او الا كانوا عندكم ضياف المهم تاخذوا الكميه اللي بغيتو. مهم البنات هو من الاحسن ديروه في واحد مهم بانيو او باسينه وتشرملوه. اما هنا البنات انا ما كانش عندي الوقت ف درت كلشي في الكوكوط، واخا ندير كلشي في الكوكوط غتشوفوا في الاخر يعني كتجي كيجي اللحم اللي هو زوين. المهم هنايا خديت كميه كما قلت لكم ديال اللحم، غادي نزيد عليها واحد نص كاس قولي كاس لاروب ديال الزيت. دائما اللحم كنعرفوا ما كنديرولوش زيت العود يعني ما كيتواتاش معاه، كنديروا غير زيت الروميه. غادي ناخذ واحد البصله اللي تكون كبيره غادي نشلضها، وغادي ندير فقط هنايا شويه ديال البزار وشويه ديال سكينجبير. ما تكثروش البنات البزار بزاف باش ما تجيكمش المرقه ديالكم كحله، يعني يجيكم اللون ديالها يجي احمر. هنايا حتى سكينجبير ما غاديش نكثر بزاف، هانتوما شفتوا يعني درت غير شويه. وغادي ندير العطريه ديال المروزيه هي اللي غادي نكثر شويه، كما كتشوفوا غندير معلقه وواحد شويه. صراحه البنات هاد المروزيه زوينه كما كتشوفوا راه حتى اللون ديالها احمر ماشي كحل. ان شاء الله من بعد غادي نوريكم عند من كناخذها كيصاوبها صراحه زوينه بزاف. وهنايا عندي زعفران شعره اللي رطبته هنايا في واحد الماء، في كاس ديال الماء يكون سخون، وغادي نخليه يطلق على خاطره. انا كنت درته يعني قبيله ماشي دابا باش يطلق. وغادي نزيد واحد نص معلقه ديال السمن يكون حار، وغادي ندير حتى واحد الضويمه ديال زعفران شعره باش دير لي اللون. هنايا البنات والملحه، هنا البنات راه ما تصورتش، المهم تزيدوهم صافي. المهم غادي نبقى هنايا كنحرك باش يدخلوا لي كامل العطريه وتشرب صافي. هنا من بعد ما كما شفتوا راه تقلى مزيان حتى هبطت هذيك الحبه ديال البصله، غادي نزيد هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه زعفران شعره، وغادي نزيد كاس واحد اخر ديال الماء يكون طايب. هنا طاحت لي الغلاقه، المهم دروسكم ما شفتوا والو.
صافي. المهم انا هذا هو الماء اللي غادي ندير، غادي ندير 2 كيسان فقط، ما غاديش نزيد على 2 كيسان ديال الماء. بطبيعه الحال البنات دائما كنرويو بالماء يكون سخون او لا يكون طايب. صافي هنايا غادي نزيد البنات في هذه المرحله هذه زدت واحد العود ديال القرفه غير حتى هو البنات ما بانش. المهم كنغسلوه عاد كنزيدوه، وغادي نزيد البصله. المهم هانتوما غتشوفوا غنزيد هنايا واحد جوج ديال البصلات يكونوا كبارين، غادي نشلضهم بهذه الطريقه هذه. نتوما الا بغيتو البنات ممكن انكم ديروا حتى 3 ديال البصلات او 4 على حسب شحال بغيتو ديال التغميره. المهم انا هنايا درت 2 يكونوا كبار. انا دائما كنخدم بالبصله هاد البيضه الصراحه، كيجي المذاق ديالها زوين وكتكون اصلا هي حلوه يعني دغيا كتغمر، واخا ما نزيدوش معاها العسل او السكر كتغمر راسها. اما ديك الحمراء ما كنخدمش بها بزاف، يعني راه شفتوا اي حاجه كنطيبها كندير هاد البيضه. الحمراء كتجيني بحال اللي كتزرق لنا المرقه ديالنا، ما كنديرهاش بزاف. المهم هنايا زدت هنا 3 ديال البصلات كما شفتوا يعني كبار، وغادي نزيد هاد شويه ديال المعدنوس. ما كنديروش القزبره البنات في اللحم، وما كنديروش زيت العود، هادو جوج ما كنديرهمش في اللحم. صافي هنايا زدت هذاك المعدنوس، وغادي نسد ونخليها طيب على عافيه تكون مهيله حتى طيب لنا اللحم. هنا البنات من بعد ما يعني بدا كيدخلوا الطياب تقريبا راه طاب، غادي نزيد واحد المعلقه ديال القرفه، وغادي نسد عليه وغادي نرجعو يطيب مره اخرى. يعني ماشي حتى يطيب عاد نديرو القرفه، لا كنديروها عاد كنرجعوه يطيب. هنا البنات من بعد ما طاب لي اللحم غادي نحيدو كما شفتوا في هاد الطبسي، وغادي هاد المرقه هادي غادي نزيد فيها واحد 2 معالق يعني عامرين ديال العسل. انا استعملت عسل الحر، نتوما بغيتو تزيدوا ديروا اي عسل او السكر ممكن. المهم هنايا يعني هنا درت 3 المعالق، ولكن انا راه ما عامرينش مع كنت شاده الكاميرا بواحد اليد وكنصور بواحد اليد، ما يعني ما كنتش كنعمر المعلقه مزيان. صافي كما قلت لكم هنا 2 معالق كبار ديال العسل، وغادي نخلي دابا هاد التغميره ديالي حتى تغمر مزيان مزيان وحتى تعلك وكيبقى فيها غير الزيت ديالها. عاد غادي نطفي عليها، لا عفوا ربي ما نطفيش عليها. المهم كي نشوفها صافي قريبه تعلك لي بقى فيها غير الزيت، كنرجع هذاك اللحم تما وكنخليه حتى هو كياخذ من هذاك اللون الذهبي ديالها. عاد من بعد صافي كنطفي وكنقدمها بحال هكذا. المهم هنا زينتها هكذا بالبرقوق واللوز. البرقوق البنات راه درت له واحد شويه حتى هو من المرق ديال اللحم، ودرت له القرفه وشويه ديال السكر، وخليته حتى كيتعسل. عود ديال القرفه وشويه القرفه مدقوقه وصافي. وكان هذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم، ونتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ومع الاحباب ديالكم. البنات اللي مازال ما تابوناو عندي فلاشين يتابوناو وفعلوا جرس التنبيهات، وخليو لي البنات التعليقات ديالكم ولي لايك ديالكم، وكنقول لكم البنات بالصحه والراحه.